يعني اذا شيء فني هذول لازم ما يلعبون بدوري، حتى بدوري الدوري القريب العراقي يعني المفروض. اي يعني ما يلعبون. اكو فيتو على اللاعبين المغتربين تقصد؟ نعم اكو فيتو ممنوع سحب اللاعبين المغتربين. هو من خلال كلامه، انا ما اريد ازيد على الكلام مال، قال انه شيء فني. الشيء الفني ما يلعبون بهيج دوريات. يعني خلينا نكون واقعيين بالعمل. يعني هسه لو مدرب يجيني 4 محترفين على مستوى عالي بنادي عراقي، طبعا اروح وشو طلب من عندي يعني شنو التكتيك اللي العب به؟ اخليهم مميزين، لان هم مميزين يجوني من دوريات غير. يعني مو معقول انه اقول والله اني جهوزيتهم الفنيه طيب او شيء فني. جدليه اللاعب المغترب مع المنتخب الوطني فعلا عليها اكثر من علامه استفهام. بالفعل استاذ علي، يعني هو المشكله استاذ علي، حتى نكون واقعيين. انا متابع جيستن من اول ما اجى للمنتخب الوطني. اكثر اللاعبين مهذب هو كان جيستن قبل المشكله الاخيره. يحضر من امريكا ويتواجد في البصره وما يلعب ولا دقيقه ولا يتكلم ويرجع مره ثانيه، هذه قمه الالتزام للاعب. الفتره الاخيره شاهدت جيستن صار عنده انفلات. محتاج مثل ما نقول شويه انه ترجع للطريق الصحيح. حلوه هاي الحركه. اي يعني ما اريد اذكرها للملأ، بس هي واضحه انه تحتاج ترجع، ومن تضرب الكبير يخاف الصغير. ممتاز. زين. مو كافي. هو انا اريد اوصل لك لهذه النقطه. بدا كتنج، والله افضل قرار اتخذه كتنج بابعاد جيستن واحمد ياسين الفتره الماضيه. خلاص بدا النظام مشى على الكل قامت تمشي عدل، تخاف. ماكو لاعب بعد يتذمر، انا عرس صديقي، انا عندي التزام والدتي، انا ما اعرف شنو. اوكي احنا نقدر الظرف الخاص، بس اكو ظرف خاص ممكن ان تستغني عن تواجدك في المنتخب الوطني، واكو ظروف لا، تواجدك في المنتخب الوطني ضروري جدا. حتى اوصلك لنقطه مميزه، انه استبعاد جيستن عن المنتخب الوطني مو امر فني نهائيا. أبداً. مهما يتكلم الكابتن باسل القرقيز مستحيل ما يقنع الفنيين نهائيا. الفتره اللي ابتعد فيها جيستن عن المنتخب الوطني من افضل اللاعبين، قبل حتى ما بشار رسن ان يبرز امكانياته ويكون من اللاعبين المؤثرين في المنتخب. اتكلم عن جيستن مع بشار، ركائز اساسيه ممكن ان يكونون في المنتخب الوطني وينطوك حلول مميز جدا، وبالذات بهذه طريقه اللعب. فغيابه مو امر فني نهائيا، كان لامر انضباطي. خلاص اخذ كفايته اللاعب. انا في رايي الشخصي حس بالغلط اللي هو افتعله، لان هو ذكرت لك هو من اللاعبين المهذبين. احمد ياسين عليه علامه استفهام، بدر من عنده اكثر من تصرف منذ تواجده في المنتخب الوطني لحد الفتره الاخيره، من ما يلعب كلاعب اساسي او من ينزل بديل ممكن ان يتذمر وتبدر من عنده تصرفات، وهذا اتكلم به اكثر من المدرب، مع العلم من اللاعبين ايضا المميزين ويجب ان يكون حاضر مع المنتخب الوطني. أسامة رشيد يجب ان يكون من ضمن الاسماء اللي تكلمت في وسط الميدان ومن تكون سعد عبد الامير، محمد علي عبود، احمد فاضل، أسامة رشيد. تخلي مفاضله ما بين الاربعه ويوجد من خلال هذه المفاضله يا اما 2 أو 1 مع امجد عطوان وبهذه الفتره بالذات. فذكرت لك غياب هؤلاء الاسماء عن المنتخب الوطني، انا في الشخصي راح ياثر على مسيره المنتخب الوطني، مو بهذه التصفيات، في التصفيات الثانيه، في الانتقال للمرحله الثانيه. نوعيه اللاعب المغترب نوعيه انبنت بالشكل الصحيح، تاسست بالشكل الصحيح، تخدمك في المباريات اللي على مستوى عالي وبيها الضغط العالي اللي ممكن ان يتصرف اللاعب بالشكل الصحيح. وهذا ما شاهدناه من خلال جيستن وحتى ياسر قاسم. يمكن هذه الفتره ما اتفق مع الكابتن بتواجد ياسر قاسم فقد الكثير من المستوى طبعا، وهو السبب، بسبب تذمره كثير من الجوانب اللي افتعلها الفتره الاخيره. ياسر كان ركيزه اساسيه بالمنتخب ان يكون بدل نشأل، للامانه من افضل اللاعبين الفتره اللي فاتت وبالذات في كاس اسيا. اتكلم مع الكابتن راضي شنشل بصراحه. طيب. كنت متفائل جدا بهذا اللاعب ان يكون له عطاءات مميزه، وان يكون ذكرت لك عامل اساسي بتواجده في المنتخب الوطني، ان يكون من الركائز الحقيقيه اللي ممكن ان تغذي المهاجمين. طيب. كصانع لعب. نتابع ردود الافعال بفقره فيسبوك.